مرحبا بكم في قناة المغرب والمغاربة. إن كنت من المغاربة الذين سئموا من التفاهة، اشتركوا في القناة ودعموا مقاطعة التفاهة. في المغرب وداير عباد الله الصورة ديال مع كامل الأسف ديال الصورة ديال تبون، وديروا الصورة ديال الصورة ديال تبون ودايرها في الواجهة كخبر رئيسي، زعما هو مدور معتقل من طرف بديك الطريقة. واش حنا نقبلوا على أن ترامب يعتقل تبون وكذا؟ ماشي منشور يجي نتا تبون رئيس دولة وتصوروا مادورو، زعما على داك الشيء اللي داروا ترامب زوين. ترامب داك الشيء اللي داروا مسيء له لانه كينتهك الشرعيه الدوليه. راه حنا اللي احتفلنا به ديال الصحه المغربيه مؤخرا نينجا شامل مجلس الامن. اليوم ما قام به ترامب كيذبح مجلس الامن، ماشي حيت ترامب هو ساهم او لا ساعدنا في ذاك القرار غنسكتوا. كنهضر على بعضياتنا حنا، ما الدوله لها مصالحها او لا حنا نباركوا المواعظ حق راه هذاك السيد داير معنا. حنا ترامب حنا عندنا مشكل معاه كاين كامل للاسف اخوتي المغاربه. فلا بغيتي تنتقد اسرائيل دو على جرائم الحرب، دو على الاحتلال، دو على قتل المدنيين وعلى قتل الدراري الصغار. اما خلط المخدرات في فلسطين هذا اش كيتسمى؟ هذا مغالطات، جوج اغلاط كتولي حق. بحال يشدوني انا شافر تليفون، مالك شافر تليفون وسير هذا القذافي راه شافر دوله، لا جايين عندي انا شافر تليفون. هذا بقى باش تعرف هذا كما قلنا بقى داوي على بقاو داوين على مادورو، بقاو داوين على امريكا. اما خاط اللي ضروب في فلسطين هذا راه تشويش وتلاعب بالعواطف وهروب من السؤال الاصلي. القانون ما كيتحاسبش واسرائيل دارت. كل ملف عنده القانون، كل جريمه عندها المسطره ديالها. ثالثا الا حتى كان شي واحد دار شي غلط وما ما شدوه حتى واحد مثلا، واش صافي اي واحد دار شي لعيبه خصنا نطلقوه؟ علاش؟ حيت عندنا واحد الجريمه ما شديناش مولاها. حنا كاملين معترفين بلي هذاك مجرم، نتنياهو مجرم، حنا كاملين متفقين بهذا، متفقين بلي اليمين الاسرائيلي كامل معدي حقار. ولكن على الاقل هذاك ماشي منافق في حالكم. هذه بعدا حاجه. ندو رابعا الغلط الكبير في الغلط في الهضره ديال با المهداوي وفي الخطاب ديالو. ده خطاب، هذا ماشي ما كيقدمش معلومات ولا فهمتي. خطاب هذا بحال شي راجل كبير في الدرب فهمتي، كيبقى يعاود للدراري الصغار ونتحدى راه باين من الهضره ديالو بين جمهوره كي مدير. رجعوا رابعا كما قلنا الغلط الكبير في نسميو كيما بغيتي في التحالقاوي ديال السي المهداوي هو المنطق. الا كانت امريكا خايبه اي واحد ضدها راه زوين. هذا هو الاكبر منطق، هذا راه منطق اخطر منطق. نقد امريكا يساوي تبرئه مادورو، نقد اسرائيل يساوي تبييض تجاره المخدرات. الامبرياليه السيره ما كتعطيناش حصانه للعصابه استاذي. الى مادورو بريء يخلي التحقيق، يواجه الادله ويدافع قانونيا. اما الهروب بالشعارات راه اعتراف غير مباشر بالعجز السي المهداوي. وهذه ماشي غير هذه شنو نسميها، هذه عادتكم، هذا ديدانكم. راه كاع اليسار ديال الديدان ديالو. المهم خلاصه بعد نردوا لهذه النقطه ديال امريكا واسرائيل ومع كذا كذا كذا. امريكا ما كتحاكمش مادورو حيت رئيس، كتحاكمو حيت متهم، حيت بزناز، هذه التهمه ديالو. وانتقاد اسرائيل ما كيمسحش ملفات المخدرات السي المهداوي. القانون ما كيعرفش الشعارات، كيعرف الادله، واللي فوق القانون اليوم هو اللي غيهدمو غدا. مزيان ركزوا على طريقه الاعتقال بلا ما نخلطوا بلا دارجه. المشكل ماشي في محاسبه مادورو، المشكل في كيفاش امريكا اعتقلته. لدرجه كاين اللي سماه اختطاف كاع ما سماش غير اعتقال. وقالوا الى شي دوله بغات تعتقل رئيس دوله اخرى، رئيس دوله اجنبي، كاين طرق قانونيه، طرق مثلا كاين مذكرة توقيف دولية، كاين المرور عن الانتربول، كاين احترام السيادة، كاين المحاكم الدولية. اما مثلا هكا ونديروا مثلا بحال داكشي ديال الكوبوي نديروا جائزة على راس مادورو ونهضروا عليه بحال شي مثلا شي زعيم ميليشيا في الشرق الاوسط، ولا نبداو
نبداو نهدو فيه بالاعتقال وما عرفت ايش في الاعلام. هادشي ماشي عداله، هذا استعراض قوه بحال هذا النقد مشروع. وهنا اليسار، هاد اليسار نقدروا نقولوا عنده الحق، ولكن فهاد النقط ويسمع ماشي عنده الحق صافي. طريقه الاعتقال ديال امريكا مثلا نتفقوا معه، مثلا طريقه الاعتقال الامريكيه اللي دارت مادورو كتعطي واحد الرساله اللي خطيره. قانون كيطبق بالقوه ماشي بالمؤسسات. حتى الا كان مادورو مثلا غلط، هذا الاسلوب كيحول هذا الملف هذا من محاسبه لابتزاز السياسي. شكون قال دابا مثلا اللي دار هادي غدا كما كيقولوا دابا هادشي ديال الاستاذ الصوفي مثلا وهاد النجوم ديال التيك توك واليوتيوبر يقدر يوقع مثلا الاداره الامريكيه. وهادشي اصلا راه فري بعدا باشي بعدا هذا راه فري، فهمتي؟ وماشي امريكان بوحدهم كديروا شحال من نظام حكم مثلا كتلقاه مثلا غير محطوط غير من الاستعمار القديم ومن قديم. هادشي كان ماشي غير دابا ولا بحال مثلا بقى جيراننا كاع جيراننا حاكمين روسهم الجزائر راه حاكمهم فرنسا. ما علينا. نرجعو لمادورو كما قلنا. من الحوايج اللي خاف منه بنادم هي هذا الاسلوب يولي من المحاسبه للابتزاز السياسي، من محاسبه سياسيه ولا محاسبه قانونيه اللي مشروعه الابتزاز السياسي. وكما قلنا اليوم مادورو غدا اي رئيس اخر ما عجبش واشنطن، وكاع اللي دوا على هاد النقاط او لا فكر هكا راه ماشي يزيد فيه او لا، هذا تفكير منطقي فهمتي، من حق اي واحد يقوله. ولكن بعدا نرجعوا لكم واحد النقاطات على نخليو ولكن المفاجاه. مثلا الدفاع على المساطر القانونيه ماشي دفاع على مادورو، رفض الهمجيه السياسيه ماشي تبرئه. هذه النقاط اللي ما بنادم ما بغاش يدوي عليها. نقدروا نتفقوا مثلا العداله ما خاصهاش تكون جائزه ماليه على راسه ولا مطارده اعلاميه ولا لغه العصابات. وهذه عاوتاني نقدروا نعذروا ترامب راه مسطي. كما قلنا العداله ما خاصهاش تكون بالطرق هذا بلغه العصابات وبتحط واحد جائزه ديال الفلوس على راسه ولا وتبقى فهمتي تتحرش به في المنابر الاعلاميه وما جا وراها. العداله خاصها تكون محكمه عادله، طرق ومسطره واضحه وطرق اعتقال تقريبا مقبوله. ولكن ما تنساش راه حتى في المغرب راه هادشي ما راه في المغرب عندنا كاينين حوايج اللي ما كيتسامحش معها بحال الارهاب. من التهم اللي متهم بها مادورو هي راه قتل، راه مسبب في موت ميريكانيين، قاتل ميريكانيين. ما تنساش يعني ما تنساش راه هذوك البلايص كامل او اكبر سوق ديالها كيبنزنوا فيه هو ميريكان. باش تعرفوا هذه واحد النقطه. ونرجعوا دابا لنقطه اخرى. واش كان ممكن زعما تعتقل بطريقه اخرى؟ هي نظريا يعني في النظري في التيوري ولكن عمليا محال. ماشي محال، ما كانش كاع مستحيل. راه ما ننساش السيد رئيس دوله عنده جيش، القضاء والامن ما كاين لا انتربول لا محكمه تقدر تدخل للبلاد وتشدو. شكون غادي يدوي معاه؟ شكون غادي يدوي معاه؟ قتل اللي بغى يدير ما بغى. ودابا اسكوبار كون بقى واسكوبار حنا كاع اللي عارف قصته راه هادشي علاش كان باغي يحكم البلاد. دابا اسكوبار دابا هادو اللي كيقولوا هاد الهضره، واش مثلا واش القانون حد الناس المقود عليه صافي تولي رئيس دوله ما فهمنا والو. دابا ما علينا. ندوي على السي المهداوي.